إغراء السوشيال ميديا. كل فترة بنشوف قضية متعلقة بالسوشيال ميديا، تطبيق زي التوك توك، الأشياء الخارجة اللي كانت بتتم عبره، محاولات يعني الشهرة والكسب عن طريقه، قضايا تانية زي قضية التصوير عند الهرم، عند هرم سقارة بلبس فرعوني. كل دي حاجات مرتبطة بالسوشيال ميديا، مرتبطة بالترند، مرتبطة بالإغراءات. والخطير في القصة إنها ما بتتمش بشكل عشوائي، لأ، الناس اللي بتعمل حاجات زي التيك توك والتصوير واللي بتحاول إنها يعني تخلق وتختلق مواقع لترويج سواء شائعات سواء أكاذيب سواء أخبار، يعني فقط كل هدفها جذب قراءات ولايكات وبتاع. في ناس بتبقى وراها، وفي الغالب ما بيبقاش الشخص المنفذ، ما بتبقاش البنت اللي بتغني او البنت اللي بتطلع تتصور، لا، في يعني شركات داخله في هذا البيزنس، في اشخاص بيستغلوا اخرين. ومؤخرا شفنا احكام قاسيه في بعض هذه القضايا، بعض يعني انبسط من هذه الاحكام، والبعض قال لا انتوا ظلمتوا الناس. وطبعا ما حدش اتظلم، بس في نقطه مهمه جدا، هي ان احنا ما عندناش ثقافه التعامل الصحيح مع السوشيال ميديا. لانه السوشيال ميديا لما دخلت مصر ودخلت العالم العربي دخلت بدون ضوابط بدون روابط. ما حدش طلع وقال يا جماعه هنعامل هذه الوسائل كأنه تلفزيون رسمي أو صحيفة رسمية، اللي يخطئ عليه هيتحاسب. الناس متصورة ان انت الاكاونت بتاعك على الفيسبوك ده ملكية خاصة تكتب فيه ما تشاء، ولو حد انتقد حد فيه يقول له انت مالك بيا، هعمل لك بلوك، انا بكتب اللي انا عايزه. انت تكتب اللي انت عايزه في اطار القانون، في اطار المنطق، لكن ما تكتبش اللي انت عايزه وانت بتعتدي على حقوق الاخرين. ما تنزلش حاجة خارجة او حاجة فيها اساءة للاخرين. دي ثقافة لازم احنا كاعلام تقليدي يشتغل عليها، يوصلها لاهل الاعلام الحديث، يوصلها لاهل السوشيال ميديا، لانه هما فجأة تلاقوا جيل رابع من الموبايلات ولابتوبات حديثة وابليكيشنات، يعني الابليكيشنز سهل جدا انه يعمل فيها اي حاجة، فاندفعوا بدون ما يبقى فيه حدود. بتفكرنا بالظبط زي بداية الاذاعات. وفي مصر مثلا سنة 26 لما بدأت الاذاعات الاهلية، كان كل واحد يجيب محطة بث، وكان عبارة عن جهاز كده ويعمل إرسال خاص بيه. وكان في قصص غريبة كده، راديو فيولا وراديو حبشي، واللي عامل راديو علشان حبيبته اللي كان هو يوناني وحبيبته إيطالية، ولا العكس يبثلها غرام، واللي عامل راديو علشان إيه يكلم الناس نداء إلى الحاج فلان ارجع بيتك عندك ضيف مش عارف إيه. الناس بتتعامل مع السوشيال ميديا كده. السوشيال ميديا لازم نبدأ نعرف الناس ان في قوانين، انه مش اي حد يخدعكم، مش اي حد يقول للواحدة انت حلوة تعالي صورك هنا ولا صورك هنا ولا اعملي فيديو. ده لازم الكل يبقى عارف ان في حساب وعقاب، وان السوشيال ميديا ده ليس حرية شخصية كما يتصور البعض. وشكرا.